إذا كنت تشتغل في بيئة عمل سواء في المدرسة أو في وظيفة أو في بروجكت، فهذه 5 عبارات لازم تستبدلها في بيئة العمل، راح تزيد من ثقتك أنت في التيم، وفي التيم فيك أنت. الناس اللي حواليك راح يستمتعوا ويحبوا إنهم يشتغلوا معك، وآخر شيء راح تحسن من بيئة العمل والمود والفايب في هذه البيئة. حياكم الله في فرصة جديدة. هذه ميني بودكاست، فورمة جديدة راح استخدمها في الفترة القادمة إن شاء الله. بس خلينا نبدأ مع أول عبارة لازم تستبدلها في بيئة العمل. سوري على التأخير، آسف يا أخي، عطلتك، أخرتك، تعبتك معي، والله ما أدري إيش سويت كذا، والله ما أدري إيش أمي وما أعرف إيش ملابسي. ستوب. يوم تقول آسف وسوري وتجيب أعذار وتتعذر كثير من الشخص اللي أمامك، هذا يخلي الشخص اللي أمامك يحس إنه ثقيل عليك، يحس إنه قاعد تحسه بالذنب، يتضايق زياده، هو اوريدي متنرفز ممكن يكون. فكونك انت تستأسف منه وفوق كذا تجيب اعذار، راح يزيد من هذه النرفزه، ومع الاسف هذه تنعاد اكثر مره، مرتين وثلاثه. بدل ما تسوي كذا، استبدل سوري واسف على التاخير بشكرا على صبرك، شكرا على طولة بالك معي. المره القادمه ان شاء الله بكون افضل واجي على الوقت. هذا راح يحط وقع افضل على الكلام اللي بتقوله، بيكون ما راح يركز عليك انت، وانما يركز في منظور الشخص الاخر. بدل ما تركز على نفسك انت وعلى تقصيرك، راح تركز على الخصائص الايجابيه في الشخص الاخر، وبيحس انه راح يمشي لك اياه. بس اهم شيء انه انت ما تستمر في موضوع التأخير. ثاني عبارة لازم تستبدلها في بيئة العمل. خلي عنك يا أخي، ما سويت شيء، لا ما سوينا شيء. يوم يجيك واحد يمدحك يقول لك شكرا انك سويت كذا، وانت ما شاء الله سويت معانا وانقذت فلان وعلان وسويت كذا، حاول انك ما ترد هذا الجميل. تخيل شخص قابلك هدية، هل بترده الهدية بتقول له ما اريدها؟ لا، لانها هدية في النهاية، حاجة بدون مقابل. فانا يوم احاول انه اعتبر المدح كهدية من شخص اخر، احاول انه احتويها واستقبلها بصدر رحب. فبدل ما اقول لا وما ادري ايش وانا كذا، لا، شكرا يا اخي حبيب قلبي، والله تسلم لي، على راسي يشرفني. يعني عندك كثير عبارات ممكن تقولها على اساس انه تحسس الشخص بانه كريم وكلامه حلو وانت استقبلت هذا الشيء. من افضل الاشياء اللي ممكن تقولها، واللي انا دائما اقولها، يا اخي شكرا، اسعدني او اسعدني كلامك، جزاك الله كل خير، الله يسعدك. اما اذا قابلت هذه الهديه بالرد، ففي احتمال انه ما يتشجع مره ثانيه انه مثلا يعطيك كلمه طيبه او يمدحك او يعطيك كلام زين. وبس اضافه، هذه تحدث كثير في الجيم. يوم يقول يوم مثلا يجيك واحد يمدحك يقول ما شاء الله جسمك زين متحسن كذا، قول له لا والله ما ايش جسم، ايش مدري، شايف كرش، شايف. هذه في العاده ما راح تشجع الشخص انه يجي يمدحك اكثر. قول له بالعكس، استقبل هذه الهديه بصدر رحب، قل له جزاك الله خير، شكرا. وحاول انه اذا في حسنه تشوفها فيه هو، رد له اياها بالمثل. فاذا مدحك مدحه هو، قل له لا بالعكس ما شاء الله، حتى انت جسمك فنان، يعجبني الباي وناقع على التراي، يعني اعطيه كذا. لا تسلك، اذا انت تشوف فيه شيء حلو عادي مدح، اذا ما حصلت شيء قل له شكرا جزاك الله خير، اسعدتني وكذا. ترى في النهايه كلنا ننحرق يعني. العباره الثالثه اللي لازم تبدلها في بيئة العمل، هذه مش عبارة وإنما نوع ما طريقة تفكير. يوم زميلك في العمل أو مديرك يمدحك على شيء، إذا كان مجهود فريق، حاول إنك توزع هذا المدح مع فريقك. تقول إنه شكرا جزاك الله خير، هذه مجهودات الفريق، ما قصروا معي، لولا مجهوداتهم الجماعية ما كان وصلنا لهذه النتيجة. وإذا عندك كلام طيب لكل فرد من الفريق بعد تكون زين. او ممكن ما شرط انه كل فرد، ممكن الفريق يكون كبير. اذكر بعض الحسنات اللي الفريق اجتهد فيها، مثلا كانوا مثابرين، مجهوداتهم كانت واضحه واستحملوني وصبروا معي، فهذا الشيء جدا ساعدني في تحقيق النتيجه هذه. هذا يعزز من ترابط اعضاء الفريق، وايضا طاقتهم تزيد في نفسهم، والفايب يزيد، الروح ترتفع بينك وبين الفريق وبينهم وبين بعض. العبارة الرابعة اللي لازم تستبدلها في بيئة العمل، انه يا اخي ما اعرف انه اجي من وقت مثل فلان، ما اعرف انه اسجل هذا الريبورت مثل هذا فلان، ما اعرف اسوي بروبوز مثل هذا فلان. كونك انك ما تعرف شيء، هذا بالعكس شيء طبيعي جدا، كنا بشر ما نعرف كل حاجة في الدنيا. ولكن تقدر تستبدل هذه العبارة او هذا التفكير بانك تتقرب من الشخص اللي جيد في هذا العمل وتمدحه على هذا العمل اللي يسويه، وقول له ما شاء الله عليك، انت فنان في كتابة النصوص مثلا، خبرني يا اخي، ممكن تشاركني كيف انت اصبحت جيد في هذا الشيء، او بعض الاشياء اللي تسويها عشان تساعدك في انك تعمل نصوص جميلة مثلا. هذا راح يزيد من ثقة الشخص في نفسه،
راح يكون مبسوط طبعا، بيسعد بهذا الكلام، وبالعكس نسبة انه يساعدك بتزيد، او ممكن يقول لك خلينا يعني نحدد وقت كذا بنجي ونجلس مع بعض وبعلمك. فبدل ما تقص تقارن نفسك في هذا الاشخاص وتشوفوا انك يعني هم متفوقين عليك وانت سيء انت كذا، لا، واجه هذه المشكلة بانك تعترف فيها امامهم انه انتم ما شاء الله جيدين في هذا الشيء، انا حابب انه اتعلم منكم في هذه الناحية، اذا تقدروا تساعدوني يكون شيء طيب. العبارة الخامسة التي لازم تبدلها في بيئة العمل، هذه من أهم الأشياء اللي جدا تغير ردة فعل الناس يوم تطلب منهم شيء. يوم محتاج حاجة من شخص، يوم تكون محتاج حاجة من شخص، لا تسألوا عن هذيك الحاجة بصيغة الأمر، وإنما سألوا إياها بصيغة الطلب. أنت قاعد تطلب منه هذا الشيء بدل ما أنك تأمره. مثلا بدل ما تقول لزميلك أو صاحبك يا أخي روح جيب لي قهوة مثلا، أو روح جيب لي شاي، شوف ردة فعله. غير هذه العبارة وخليها عزيزي محتاج مساعدتك في حاجة يا أخي، أنا الحين شوية مشغول بس محتاج مساعدتك في حاجة. يقول لك سم والله لو تقدر تسوي لي قهوة صراحة بيكون يعني شيء فنان، أنت بتكون أحسن واحد في هذا المكتب. شوف ردة فعله. ممكن ما يسوي لك، يعني ممكن ينتهي في المطاف إنه ما يسوي لك، أو مثلا يكون مشغول، بس على الأقل لاحظ ردة فعله يوم تطلب منه هذاك الطلب. ففي فرق بين إنك تطلب منه الطلب بصيغة طلب، وفي فرق بين انك يوم تطلب منه بصيغة امر. يوم تأمر الناس في العادة هذا الشيء ردة فعل ما تكون حلوة، غير انك يوم تطلب منهم بشكل متواضع، وخاصة يوم زملائك، يعني اصحابك انت عادي خذ راحتك معهم، بس زملائك في العادة حاول تطلب منهم بشكل نايس يعني. فهذه كان 5 عبارات لازم تستبدلها في بيئة العمل، ممكن تطبق على بيئة العمل في الوظيفة او حتى في المدرسة او في الجامعة او اي فريق تكون شغال فيه. إذا استفدت يا عزيزي لا تنسى اللايك وتشاركوا هذا البودكاست، الميني بودكاست. خبروني رأيكم في هذا الميني بودكاست إذا حابين أنه نستمر عليه، وإن شاء الله سوف نراكم في بودكاستات قادمة. كان معكم عزيز الفضة من بودكاست فرصة سعيدة.